خلي بالك التوتر ده مش حاجة وحشة خالص، لا بالعكس، هو التوتر ده ممكن يبقى سبب في ان انت تنجح اكتر، وممكن برضو يبقى سبب في ان انت ممكن تفشل اكتر وما توصلش اللي انت عايزه. التوتر ده رسالة من جسمك بتقول لك ان انت داخل على حاجة مهمة جدا، برزنتيشن، انترفيو، حاجة قوية جدا انت محتاج تستعد لها. لو انت داخل على الحاجة دي وما توترتش او ما حسيتش بخوف، اعرف ان انت عامل حاجة غلط. بس في فرق مهم جدا بين الشخص اللي بيتوتر فجسمه كله بيتشل كده وبيتروش وبيتجنن، وشخص تاني بيستخدم التوتر ده ان هو حاسس ان هو لسه متوتر فعايز يظبط نفسه وعايز يفاليديت هل هو هيطلع على مثلا ستيج يعرف يتكلم ولا لا، قبل اي بروجكت، قبل اي ديمو. ودايما افتكر قصه كده معينه انا بحبها دايما افتكرها في المواقف دي. سيدنا خالد بن الوليد لما اتحط ان هو يحارب في غزوه مؤتة، كان الجيش اللي قدامه اضعاف مضاعفه، فهو عمل ايه؟ هو استخدم التوتر في ان هو يقدر يعمل مناورات للجيش، يقدر يعمل اكتر من حاجه، اكتر من بلان، ان هو يقدر يكسب الغزوه دي باقل امكانيات واقل موارد. احيانا بيبقى التوتر ده ممكن بسببه تطلع ترقية، ممكن بسببه تكسب عقد، ممكن بسببه تعمل اكتر من حاجة انت اصلا ما كنتش متخيل ان انت تعملها في الوقت. التوتر ده تقريبا هو لازم لاي حد في مجال التك، هو بيبقى 90% من الناس دايما متوترة، فانت بقى حاول تظبط الموضوع ده، يا تخليه يسوقك يا انت اللي تسوقه. شكرا.